السلام عليكم. أهلا بيكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، تقدر دلوقتي تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل يوم كل جديد في عالم التطبيقات، ونقدر نوصلك كل التطبيقات اللي تهمك في حياتك ونشرحها لك، زي التطبيقات المحلية والتطبيقات العالمية، زي تطبيقات العقارات، تطبيقات السيارات، أو التطبيقات اللي بتسرق بياناتك أو بتستنزف حساباتك، وكمان تطبيقات التعارف. النهاردة هنتكلم عن تطبيق بوب ليبرش. التطبيق ده هيغير مفهومك ناحية الاهتمامات وأنماط حياتك. اهتماماتك وأنماط حياتك هتتغير. التطبيق ده مساحته حوالي 28 ميجا بايت. حجم عمليات التنزيل أكتر من 50,000 عملية تنزيل للتطبيق، ومناسب للأعمار فوق 12 عام. التطبيق ده مناسب للي بيبحثوا عن مجتمعات جديدة أو أنماط جديدة في حياتهم أو اهتمامات جديدة. لو انت حاسس بالملل في يومك بسبب الأعمال المرهقة عليك، تقدر في التطبيق ده ان انت تلاقي أكتر من 620 ألف شخص هيتشاركوا اهتماماتك، وتقدروا تنشئوا مجتمعات جديدة. يعني تقدر تقول ان التطبيق ده تطبيق تواصل اجتماعي سهل وممتع جدا. تقدر ان انت تنشئ منشورات على شكل فقاعات وتبحث عن محتوى جديد في حياتك اليومية، وتغير نمط حياتك عن طريقه، زي مثلا شخص بيمشي، بيلعب، بيتدرب، البعض بيروح لمقهى، بيروح لمطعم. كل اهتمامات حياتك هتقدر تمارسها او تبقى عارف انت هتعمل ايه النهاردة. هيوضح لك التطبيق رياضة هتلعبها، تركب دراجة جبلية، كرة قدم، تجديف، تنس، هتلاقي اهتمامات كتيرة جدا جدا موجودة عندك على التطبيق، تقدر تشاركها وتستمتع بيها، بديل للروتين اليومي اللي انت بتتعرض ليه. اتمنى اكون وصلت التطبيق بشكل سهل وبسيط، وياريت بعد تحميل التطبيق كل واحد يقول تجربته الحقيقية في التعليقات، سواء كانت تعليقات إيجابية أو تعليقات سلبية، علشان كلنا نستفيد من التطبيق. دلوقتي أنا بطلب منك إنك تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد في عالم التطبيقات. ونسيت أقول لكم إن التطبيق ده مساحته 28 ميجا بايت بس، وحجم عمليات التنزيل ليه أكتر من 50,000 عملية تنزيل. دلوقتي لو حبيت تستفسر أو عندك أي مشكلة في القناة، أو عايز معلومة جديدة، اتواصل معانا على صفحة مراجع برامج على الفيسبوك.